طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك خضوع نجم الفريق أحمد سيد زيزو لفحص طبي شامل لتحديد جدية الإصابة اللي بيشتكي منها في الفترة الأخيرة. الحقيقة أن الهدف من الكشف الطبي الجديد على زيزو هو أن أوسوريو عايز يعرف الموقف الحقيقي للاعب، وده بعد ما جات له معلومات مؤكدة بتقول أن زيزو رفض السفر مع الزمالك لتنزانيا للعب مباراة أرتا سولار بسبب أنه ما أخدش مستحقاته المالية المتأخرة عند النادي. زيزو حاليا متمسك بالحصول على مستحقاته كاملة قبل ما يرجع مرة تانية لقائمة الفريق، لكن المدير الفني بلغ الجهاز الطبي انه عايز تقرير كامل عن الحالة الصحية للاعب قبل ما يطبق عليه لائحة الغرامات، وده في حالة التأكد من انه سليم وما عندوش اي اصابة. جدير بالذكر ان احمد سيد زيزو كان اخد اكتر من وعد بالحصول على مستحقاته المتأخرة، وده بعد تمسك الزمالك بعدم رحيله للشباب السعودي، لكن لحد دلوقتي ده ما حصلش، وهو ده السبب الرئيسي للمشكلة.